السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم الشيخ. في البداية أحب أعرفك إن مفيش حاجة في الدنيا دي تستاهل إنها تعكنن عليك أو تغير مزاجك. مفيش حاجة في الدنيا دي أصلا تستاهل إنك تزعل عليها، لأن كل حاجة في النهاية ليها حل. وإن شاء الله مشكلتك اللي أنت زعلان عليها دلوقتي دي ليها حل. فاصبر وعدي الموضوع كده بصدر رحب، وخلي عندك ثقة في ربنا إن الحاجة دي إن شاء الله هتتحل في أقرب وقت. إخواتي وحبايبي طلاب الثانوية العامة، أهلا بكم. طبعا ما فاضلش غير حوالي شهرين على الامتحانات، بس حابب اعرفك ان الشهرين دول كتير قوي. انت متخيل ان انت لسه قدامك 60 يوم بحالهم؟ 60 يوم يعني انت تلم فيهم المنهج مرتين ثلاثة كمان، فاهم ازاي؟ بس في كام حاجة كده هحب اقولها لك، بس مش دلوقتي. خليك معايا بس كده كمل الفيديو وان شاء الله هتطلع باكبر استفادة من الفيديو ده. طبعا كل واحد فينا كده بيكون في الفترة بتاعت الثانوية دي مضغوط. طبعا الاهل مستنيين منك نتيجة في آخر السنة، انت نفسك محتاج ان انت تجيب النتيجة عشان تدخل الكلية اللي انت بتحلم بيها بقالك سنين. الشهرين دول مستقبلك، حرفيا هم مستقبلك. يا تمشيهم كويس وتجيب الكلية اللي انت محتاجها والمجموع اللي انت محتاجه، ده بعد طبعا إرادة ربنا سبحانه وتعالى. يا إما تهمل وكل الثمان أشهر اللي فاتوا ولا التسع شهور اللي فاتوا دول يضيعوا هباء منثورا كده، ولا كأنك أصلا ذاكرت من البداية. فالشهرين الباقيين دول هم اهم شهرين في حياتك. وطبعا مش هدخل بقى في حوار ان انت لو ما جبتش كليه اخر العالم وان انت مش هتنفع في كليه تانية وان الاحباط والكلام، لا سيب ده الفيديو تاني ان شاء الله هعمله لكم. بس احنا بنتكلم دلوقتي ليه اخر شهرين في الثانويه العامه تعمل فيهم ايه. انا هحكي لك عن التجربه بتاعتي، انا كنت بعمل ايه في اخر شهرين، وان شاء الله تمشي معاكم لان الطريقه دي كانت فعاله جدا معايا. انا طول السنه ممكن كنت اذاكر 3 4 ساعات في اليوم، حرفيا 3 4 ساعات، فاهم ازاي؟ يعني اليوم 24 ساعه كنت اذاكر فيه 4 5 ساعات ولا 3 ساعات بس. يعني انت كده مش مستغل اليوم في اي حاجه. لكن جيت في شهرين الاخيره كده، جيت افتح كتب الاسئله النماذج التجريبيه امتحانات السنوات السابقه، جيت افتح عشان احل الكتب دي، لقيت نفسي في اسئله كتير قوي فايتاني. اسئله كتير جايه بصيغه تانية انا ما كنتش عارفها، فبدات ان انا احل، والسؤال اللي يقف قدامي بدات ان انا ارجع للدرس تاني واذاكر الدرس من اول وجديد. اي نعم الدرس مش هياخد منك فتره طويله لان انت مذاكره قبل كده، فبسرعه كده بتلم الدرس كله على بعضه، مش السؤال بس، تمام؟ انت بتراجع الدرس كله مش السؤال. فبسرعه بتلم الدنيا وبترجع تبدا ايه تحل تاني. جه قدامك سؤال تاني انت مش عارفه فتروح تشوف في الكتاب، فبتبدا ان انت ايه تراجع الدروس اللي انت مش مركز عليها من بدايه السنه. فنصيحتي ليك بالله عليك، يعني انت ماشي في دروس طبعا وماشي مع مدرسين الله يبارك لهم معاك. طبعا المدرسين كلهم دلوقتي مخلصين الدروس وبداوا في المراجعه، لان احنا طبعا اهو في نص اربعه ولا في اخر اربعه، فما عادش في وقت اصلا ان انت تاخد فيه حاجه تانية جديده، لا انت بتراجع دلوقتي وبتحل الدنيا دي. فطبعا انت ماشي في الدرس، ما بقولكش ان انت تهمل الدرس خالص، لا شوف المدرس عايز منك ايه ومحتاج منك ايه فتعمله له الاول. وبعد كده مع نفسك في البيت تبدا تعمل ايه، تجيب اي كتاب عايز يتحل فيه، كتب بقى اختك اخوك بنت عمك ابن عمك، فاهم ازاي؟ تجمع كتب الثانويه اللي فيها الحل كلها وتحطها قدامك كده وتبدا ان انت تحل فيها. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم الحل ده فرق معايا. مش عايز اقول لك يعتبر هو اللي خلاني اوصل للمرحله اللي انا فيها دلوقتي وادخل الكليه اللي انا فيها. ومش عايز اقول لك ان انا حليت كميه كتب. بص الصوره هتحطها قدامك اهي، الكتب اللي قريب كلها دي انا حللها. بص هي الرصه الطويله دي هي كتب الحل، تمام؟ والرصه اللي جنبها دي كتب طبعا المذاكره والكلام ده. والكشاكيل اللي جنبك دي طبعا معظمها كشاكيل رياضه، لان الرياضه كانت بتحتاج حل كتير قوي، تمام؟ فمعظمها كانت رياضه وفيزياء واحياء والكلام ده. فمش عايز اقول لك حرفيا انا كنت بحل كميه حل لا تحصى ولا تعد. انا كنت باخد عند مدرسين احياء، تمام؟ جيت في اخر شهر طبعا جبت المدرسين الخاص، لان انت بتكون عارف نفسك وفي حاجات واقعه منك، فبتقول لوالدك طبعا انا عايز اقوي نفسي في الماده دي، فهو ايه طبعا والدك عمره ما هيتاخر عنك، عشان كده انت عايز تكافئه قبل ما تكافئ نفسك في الاخر بالمجموع اللي هو عايزه. فجبت مدرسين خاص، وطبعا مش عايز اقول لك حرفيا كنت بعدل 10 دروس في اليوم. ازاي؟ كنت بروح عند مدرسين رياضه، 2 مدرسين رياضه، كان يجي لي خاص، الاتنين يجوا لي خاص، واروح لهم في المجموعه مع الشباب بتوع البلد بتاعي، واروح لهم في مجموعه تانية في بلد تانية. ليه؟ لان هم كانوا بيحلوا في كل مكان حاجه مختلفه، تمام؟ مش كانوا ماشيين مع الكل بنفس الحاجه، لان هم لو ماشيين معاك زي غيرك فانت مش هتحل غير مره واحده الحاجه دي. فعشان هم كانوا ماشيين مع المجموعه دي غير المجموعه دي، فكنت اروح ان انا ايه استفاد بقدر الامكان من كل حاجه هم كانوا بايه بيحلوها. فطبعا لو الحاجه دي مش متاحه ليك عادي، يعني ما عديها، لان ده برضو ممكن يضيع من وقتك، فحاول انت تحله في البيت.
لكن انا كنت بروح هناك كنت بحل مع المدرس كميه حل كبيره وارجع تاني. خلاص ال10 ساعات فاضل في اليوم 14 ساعه. انت طبعا في اخر الوقت ده انت ممكن تنام 5 6 ساعات في اليوم يكفوك حرفيا. باقي اليوم بتعمل ايه؟ بحل. لان انت خلاص الدرس بتاعك انت مذاكر، فبتبدا تحل. والله بيجي قدامك في مثلا سؤال انت كنت حافظه بصيغه معينه، جايلك في امتحان السنه مع 2018 مثلا 2019 بصيغه مختلفه وعايز نفس الاجابه اللي في دماغك، بس انت طبعا مش عارف توصل للاجابه دي لان السؤال مختلف. فبتبدا ان انت تدور، تبدا بقى تفتح كتاب الشرح تبص في السؤال ده، فبتراجع الدرس كله سريعا كده، بتكون مخلص الدرس، ترجع تاني للسؤال فتحله، يجي نفس السؤال تاني بس بصيغه تانية، فتبدا ان انت تحل، فبتعرف تلم كده ايه الاجابه بتاعتك دي ليها كذا صيغه سؤال، فبتلم كل حاجه. طبعا الرياضه الفيزياء الاحياء كل دول محتاجين حل منك كتير. الكيمياء سهله بس محتاجه منك ان انت تلم المعادلات. والله كل حاجه سهله بالنسبه لك. انا مش عايز اقول لك، احنا بص حرفيا الكتاب ده كتاب الرمد. تمام، كتاب الرمد حوالي بص قد ايه 250 صفحه، حرفيا 250 صفحه وكله مليان ازاي. ده محتاج ان انت تذاكره 4 اسابيع بس. ال4 اسابيع من ضمنهم طبعا الايام الجمعه والسبت الاجازه، من ضمنهم الاسبوع اللي انت هتنزل تضيعه في البلد. فحرفيا انت بتتزنق زنقه وفي الاخر بتخلصه وبتمتحن عليه بعد ال4 اسابيع دول. فمش عايز اقول لك ان انت في مرحله والله العظيم لو انت ما شدتش حيلك فيها دلوقتي هترجع تندم عليها بعدين. لان انت مرحله الكليه لما تدخل تقول يا لو رجعت الثانوي دي انا في شهر كل لم المناهج كلها. بس طبعا دماغك دلوقتي مش زي دماغك بعدين، لان انت كل لما بتكبر دماغك بتكبر اكتر معاك وبتنضج اكتر، ف حاجه مختلفه خالص. تمام، فمش هنقارن ده بده. بس عايز اقول لك ان انت والله العظيم لو انت اهتميت بالحل وبالمراجعه وشديت على نفسك وضغطت على نفسك، مش لازم يا عم تنام، يعني الشهرين دول خدهم كده على رايي كان والدي يقول لي اكنك في سجن. اكنك في سجن الشهرين دول، ما تطلعش ولا تروح ولا تيجي، هو على قد الدرس والبيت والصلاه وقراءه القران والاكل والشرب. بص يعني ايه الحاجات دي كلها تخلص في ساعتين في اليوم، باقي اليوم كله مذاكره. احبس نفسك مع الكتاب والله العظيم هيفرق معاك. يعني في وراك عيله كامله عايزه تفرح. انت نفسك هتبص لنفسك بعدين هتقول ليه انا، يعني انا مثلا رحت اسيوط، ليه انا ما اروحش القاهره؟ ليه الدرجه دي ولا الدرجتين دول يفوتوا مني وما يودونيش القاهره، يجيبوني مشوار 8 ساعات من الشرقيه لحد هنا؟ فاهم ازاي؟ يعني انت بعدين بترجع تندم على الساعه اللي انت ضيعتها. فانت ما تضيعش، انت تعمل ايه؟ زي ما قلت لك تجيب الكتب كلها اللي عايزه تتحل وتبدا تحل فيها. لان الحل غير المراجعه، انت بتراجع مع نفسك ومع المدرسين، ده شفوي كده، انما كده الحل بالقلم بالورقه والقلم كده بيفرق معاك كتير. فانت تبدا تمسك الكتب تحلها وان شاء الله هيفرق معاك جدا جدا جدا. وباذن الله ربنا يكرمكم كده وكل واحد يدخل الكليه اللي هو نفسه فيها، وان شاء الله الشهرين دول يعدوا معاك عليكم كده خفاف جمال. فانت بترجع تفتكر الايام دي، الله انا كنت في الايام دي، يعني ده كانت ضغطه والدنيا، فاهم ازاي؟ فربنا يكرمكم كده ان شاء الله، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو. فبرضه عشان تكونوا باكد على المعلومه، حل كتير حل كتير قوي قوي قوي، وطبعا مع المراجعه بتاعت المدرسين والسناتر والكلام ده. بس الحل مع نفسك بيفرق معاك كتير جدا بعد كده في الامتحان. نسيت اقول لكم على حاجه مهمه قوي قوي في بدايه الفيديو. الرياضه تحلها من الكتاب المدرسي، لازم تحلها من الكتاب بتاع المدرسه. انا حليت الرياضه دي كل فرع منها حوالي مرتين 3 من الكتاب المدرسي. دخلت الامتحان حرفيا كله منها. تمام، وحتى لو هيغير السؤال هو مش هيغير المكونات بتاعت السؤال، هو هيغير الصيغه بس، لكن كله من بتاع الكتاب المدرسي. فانت تحاول تحله على الاقل مره واحده كل فرع يعني. تمام، حاول تحلهم وما تسيبش سؤال فيهم. اي اسئله بتاعت الدرس، اي اسئله نماذج تجريبيه، اي اسئله طبعا تدريبات العامه على الدرس، تدريبات العامه على الوحده، اسئله الامتحانات اللي بتيجي في الاخر خالص، دول اخر 5 نماذج، حلهم كلهم ما تسيبش اي حاجه. الامتحان ما بيطلعش منهم. يلا السلام عليكم ورحمه الله.